قدر عادل رمزي ان هو يعمل مباراه ممتازه على صن داونز فيما يتعلق بفكره الضغط. واتكلمنا قبل كده على فكره صن داونز وفكره موكوينا، وفي اعتقادي انه عادل رمزي فطن لده تماما، وبالتالي الشرقي البحري كان دوره الاول مع الفريق قبل اي شيء فكره الضغط. بالمناسبه ما بين قوسين يعني ده يخلي كارلوس كيروش اللي كان شغال معانا قبل كده على فكره مرابط مصر والمغرب لو انتوا فاكرين، وانه مصطفى محمد ينزل عشان يمسك مرابط، وان يكون المهاجم بتاعك شغال على الضغط قدام الفرق اللي بتطلع بالكوره كويس، تصور منطقي جدا ولا يعيب المدرب في اي حاجه. الفكره هنا ان مباراه العوده مختلفه تماما عن مباراه الذهاب، لان الوداد ما اعتقدش ان هو هيضغط عالي، وصن داونز هيكون اشرس بكتير على الاقل في البدايه. وبالتالي لو حطيت تساؤل انه ازاي الوداد يقدر يتخطى صن داونز في الجزئيه دي، في اعتقادي ان المباراه هنا، وده الاميل والاخبار جايه من المغرب على ده، انه احتمال حمدي الهوني يبدا على حساب منتصر الجاهزيه غير معروفه لحد دلوقتي. لكن في اعتقادي ان حمدي عنده جزء تاني مهم جدا، وهو الهجوم من العمق. بمعنى انه صن داونز لو اتضغط عليه صح في الاول، ففرصه انك تقدر تقطع الكوره بسرعه موجوده من العمق. وهنا خطوره حمدي، وانك تجيب منتصر من ناحيه او هشام بشوفيان من ناحيه، وانك تزود حد من نص الملعب. انا في اعتقادي ان حمدي جاهز لدي تماما. ولكن الفكره هنا الاساسيه ان انت لما تقطع هتروح وتحط في العارضه، ولا 1-0 والماتش خلص. دي الفكره يا حمدي. وبالتالي شاري الموضوع ده بالذات، انه الماتش في الاول هيبقى اسهل بكتير من الاخر بدنيا. فاستغلال حمدي في شوط في 50 دقيقة في 60 دقيقة في الأول يدي كل ما عنده في النواحي البدنية، في النواحي الفنية، في السيطرة على الكورة، في القطريات لأيوب العمود أو يحيى عطية الله. ده تصور ممتاز حتى لو منتصر جاهز، ويكون منتصر قادر إن هو ياخد معاك الجزء الصعب من المباراة. اخر 20 دقيقة، اخر 30 دقيقة، ربنا ما يحوجنا ابدا ان احنا نروح بعد كده لما هو بعد ذلك يعني، لكن يقدر ياخد الجزء الصعب ويتحمل معاك المباراة بدنيا. ده في اعتقادي التصور اللي موجود اللي ممكن يناسب المباراة. لكن طبعا عادل رمزي هو اللي شايف افضل مننا بكتير. يحيى جبران الكلام اللي على الرجراجي عليه يثبت ان الراجل عادل رمزي اشتغل عليه صح، وان لولا التطوير اللي ظهر في ادائه السنه دي ما كانش هيجي الاستدعاء، لانه كان موجود في فترات طويله وايام كتير. لكن التطور اللي عادل رمزي اشتغل فيه مع يحيى مع جبران كان واضح جدا جدا انه يجهز المنتخب المغرب. يغيب، هل تقع الامور؟ ما تقعش لو انت جماعيا واقف كتله واحده. وفي اعتقادي ان صن داونز عنده من الذكاء الكافي، ونفسيا طبعا هو قدام الوداد لا يمر بافضل شكل على الاطلاق، انه ما يضغطش عليك بكل خطوطه. انه هيبقى في الاول متزن جدا لحد ما المباراه تبدا توصل الدقيقه 50 او 60 ويبدا يكثف الضغط. فلو انت متزن ورجوعك مظبوط وشكل الضغط بتاعك ككتله واحده مظبوط، في اعتقادي الوداد يقدر يعدي ويعوض غياب جبران المؤثر جدا عن المباراه. كل التوفيق للوداد. وشاركونا في التفصيله، هل حمدي الهوني تفضلوا كمشجع ودادي يبدا المباراه، ولا عندك تصور تاني؟ شاركونا في الكومنتس، وربنا ما يحرمنا من بعض ابدا.